سانتوس ورونالدو أمام سويسرا. مدرب البرتغال: آن الأوان لترك روندو. أكد مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم فرناندو سانتوس الجمعة أن النجم كريستيانو رونالدو لم يكن سعيدا بإبقائه على دكة البدلاء أمام سويسرا في ثمن لا نهائي، لكنه لم يهدي بمغادرة معسكر سيليسا أوروبا في مونديال قطر 2022. ففي مواجهة ثمن النهائي أمام سويسرا حدث ما لا يمكن تصوره عندما أبقى سانتوس رونالدو 37 عاماً أفضل لاعب في العالم 5 مرات خارج التشكيل الأساسي، وانتهت المباراة بفوز برتغالي ساحق من 6-1. وللمفارقة نجح بديله مهاجم بنفيكا الشاب غونسالو راموس 21 عاماً في سرقة الأضواء منه بتسجيله ثلاثية رائعة هي الأولى في هذا المونديال، ليصبح بالتالي ثاني أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز في الأدوار الإقصائية بعد الأسطورة بيليه عام 1958. خلال مؤتمر صحفي بالدوحة عشية مواجهة المغرب في ربع النهائي، تطرق سانتوس إلى هذه المسألة قائلاً: لقد جرينا حديثاً أنا ورونالدو. لكان الأمر سيئاً جداً لو لم نجري حديثاً. منذ أن استلمت التدريب لطالما فعلت ذلك. أتحدث وأوضح علاقتي معهم. وأضاف: لن أقول أنني أقوم بذلك مع كل اللاعبين، لكنه قائد المنتخب، ولأنه ما يمثله للكرة البرتغالية والشعب البرتغالي. وتابع سانتوس أن الحديث كان يوم المباراة بعد الغداء. لم أتحدث معه قبل ذلك. وشرح له لن يشارك أساسيا. شرحت له كي لا يتفاجأ، ودعوته إلى مكتبي وقلت له: اسمع، هذه استراتيجيتي. اعتقدت أن المباراة ستكون صعبة وأردت أن أبقيه للشوط الثاني. وأردف لم يكن سعيدا بهذا القرار. وقال لي: هل تعتقد حقا أن هذه فكرة سديدة؟ فشرح له وجهة نظري وقبل قراري. وأفادت صحيفة ريكورد البرتغالية الخميس أن روندو هدى بالمغادرة بعد محادثة مشحونة مع سانتوس. وإذ نفى الاتحاد المحلي للعبة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، قال سانتوس: لم يخبرني قط أنه يريد أن يغادر المنتخب الوطني. آن الأوان لنوقف هذه الجدلية. روندو هو من بدأ بتمارين الإحماء مع زملائه واحتفل بكل الأهداف. هو من دعا زملائه لمصافحة المشجعين.